السلام عليكم. تعالوا النهاردة أوريكم تجربتي مع الفسيخ وإزاي عملته بطريقة سهلة جدا، إن شاء الله يبقى ناجح معاكي من أول مرة وما يبقاش فيه أي احتمالات لأنه يبوظ. هقولك كل التكات والتركات اللي تخليه يطلع معاكي إن شاء الله ناجح من أول مرة. أول حاجة أنا جبت دول 2 كيلو سمك بوري. السمك أفضل حاجة للسمك بتاع الفسيخ إنه تجيبي السمك الكبير، علشان لما يتخلل يبقى لحمه كده طري ويبقى فيه لحم من جوه. بتغسلي كويس جدا الخياشيم تحت المية زي ما انتي شايفة كده كويس قوي قوي قوي، وتغسلي جسم السمكة من بره وتدخلي كده ايديكي جوه الخياشيم، لو فيها بقى طين، لو فيها رمل، لو فيها اي حاجة لازم تتنضف كويس جدا. وزي ما قلت لك وزن السمكة كل لما كبر كل لما بتاخدي نتيجة احسن في الفسيخ في الاخر. شايفين بغسله كويس قوي 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 على قد ما تقدري. نضفيه وما تنسيش بق السمكة كمان من قدام تنضفيه كويس، وجسم السمكة من بره، وبعد كده تاخديه بقى تصفيه وتنشفيه كويس. انا الاول بنشفه بفوطة كده زي ما انتوا شايفين، وبعد كده باخده. لو انتي عندك مكان ممكن تربطي مثلا الفسيخة من ديلها كده وتعلقيه في مكان يتصفى منه تماما، مفيش مشكلة. انا هنا عشان عاملة 3 سمكات بس، فجبت شفشق كده ميه وحطيتهم فيه وهسيبهم يتصفوا 6 ساعات. لو اكتر بيبقى افضل، المهم اضمن ان ما فيهوش ولا نقطة مية، لان المية دي بتخليه ممكن ان هو يفسد منك. بعد ما صفيته كده تماما، شوفوا كان في تحت دم كده كتير وميه في الدورق اللي انا كنت عامله فيه او الشفشق اللي انا كنت عامله فيه. هنشفه تاني برضو بمنديل، وجايبه بقى كده ملح خشن من السوبر ماركت، وحطيت عليه شطه، وهحط عليه كمان كركم، وهقلب كده كل الخلطه دي ببعض. هحط كمان معلقتين كده من الملح الناعم، بعمل ميكس بين الاتنين، بس الملح الناعم بحط كمية اقل. وبعد كده هبدأ انه انا احشي الخياشيم كويس جدا، واضغط بايديا كده ناحية بطن السمكة ان انا ادخل فيه ملح. طيب عارفة ان في ناس ممكن تكون بتعمله بملح بس من غير اي اضافات، بس انا بحب اعمل الحاجة اعمله بالطريقة، او بحط فيه حاجات زي الشطة والكركم كده تخلي احتمال ان هو يبوظ 0%. الحاجات دي بتشتغل زي مواد حافظة كده، بتطلع لي نتيجة احسن. وهحط كمان حاجة في الاخر برضو هتخليه متحافظ عليه، ولا عمره بقى يدود منك ولا يطلع ريحة وحشة. حتى وانا بفتحه في الاخر الريحة طالع من غير ريحة تماما تماما، مش زي اللي احنا بنشتريه من بره خالص. بملى كده بقى الخياشيم زي ما قلت لكم، وبضغط عليها لحد بطن السمكه من جوه، وبحط كمان في في البق بتاع السمكه. وبعد كده بقى بجيب حبه الملح اللي اتبقوا في الاخر، بحط عليهم شويه من الزيت، وبدهن السمكه من بره. كل ده انا بعمله علشان انا مش عايزه السمك يعفن، او ممكن يبقى في احتمال انه يطلع له دود زي ما قلت لكم، او حاجه، او ريحته تبقى وحشه. كل دي حاجات مواد حافظة بتحافظ على السمكة. ببدأ بقى ارصه في كيس نظيف. طبعا الكيس ده انا حاطه فيه برضو من تحت ملح، وهي نفس الخلطة اللي كنت عاملاها دي. وبحط السمك عكس بعض كده، يعني راس جنب ديل جنب راس جنب ديل، لحد لما بخلص الكمية اللي عندي. انا عاملة بقول زي ما قلت لكم 2 كيلو بس، مش كتير يعني. وبرجع تاني ارش عليه ملح برضو من بره، بالكمون بالكركم بالشطة، وبعد كده ابدا اقفل الكيس. اهم حاجه في اول كيس ده ان انت لازم تخرجي الهواء، ما يبقاش فيه نقطه هواء في الكيس. على قد ما تقدري تفضلي تضغطي لحد لما تخرجي الهواء تماما، وبعد كده تربطي وتفضلي بقى تحطيه في اكياس فوق بعضها كده. حطيه بقى في 5 6 7 8 زي ما تقدري، علشان ما يدخلوش هواء تماما. انا هنا كمان عملته بالاسترتش راب بعد ما خلصت الاكياس كلها، وبلفه كويس كده علشان برضو زي ما قلت لكم ما يبقاش فيه احتمال انه يبقى فيه نقطة هوا حتى من جواه. اهم حاجة بقى تعمليها تفتكري التاريخ اللي انتي بدأتي فيه تعملي الفسيخ. فانا هنا كتبت التاريخ اللي انا كنت عملته عليه، هو كنت عاملاه تاريخ 18/10، ولحد لما بتروحي بقى بعد كده تفتحي عليه من 10 ل 15 يوم.
انا هنا فتحت عليه بعد 13 يوم، بس انتي في التوقيت ده ممكن تفتحي عليه عادي وهتلاقيه كويس. طيب لو قعدته اكتر من 15 يوم اعرفي ان الفسيخ بتاعك هيطلع حادق جدا، فانتي هي الفترة دي بس هي اللي تقدري تفتحي منها ويطلع الطعم بتاعه مظبوط معاكي، علشان ما يطلعش حادق منك، فما تسيبيهوش وقت اكتر من كده. انا هنا ده بعد ما فتحت عليه، شايفين الفسيخة؟ عايزة اقول لكم والله ما كان فيه ريحة تماما طالعة منه. يعني انا كل مرة بنشتري مثلا فسيخ من بره، مجرد كده ما بتفتحي الفسيخ او بتفتحي علبة الفسيخ بتلاقي الريحة طالعة صعبة جدا طبعا. انا هنا فتحته فعلا ما كانش فيه ريحة نهائي، وزي ما انتوا شايفين كده لونه من جوه جميل. الحمد لله ما كانش فيه اي حاجة، ولا مثلا لقيت بقى فيه اي حشرات ولا اي ريحة زي ما قلت لكم. هقول لكم بقى ازاي تحفظوه يقعد معاكم شهور في التلاجة او في الفريزر. اول حاجه بشيل الفسيخه طبعا، وبعد كده بالسكينه بشيل القشر اللي بيبقى عليها ده. زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا كنت مستعجله ومتحمسه قوي ففتحتها على طول، علشان كنت نفسي بصراحه ادوقه واعرف النتيجه كانت ايه. بعد كده بتفتحوه كده من النص بالسكينه او بالمقص. انا هنا بحب اقطعه 2، لو حابين تسيبوه سليم مفيش مشكله. طبعا العظمه اللي في النص دي ما تتشالش، دي بتتساب كده في الفسيخه، وبيحصل عليها طبعا وقت الاكل خناقات كتير قوي، لحد لما بنخليها كلها كده. وبعد كده بحطها في علبه، غرقها بقى ليمون وزيت، ولو حابه ان انا احط خل بحط. شايفين دي الفسيخه شكلها اول ما فتحتها لونها وردي ازاي، واللحمه بتاعها طالع حقيقي زبده زبده فعلا. طري قوي وطعمه حلو قوي ومش مالح، اللي هو انتي لو قعدتي تاكلي كده ال3 فسيخات دول لوحدك كده مش هتشبعي. وفعلا فعلا مش حادق بقى ولا يعلي الضغط ولا اي حاجه. بس اهم حاجه زي ما قلت لكم ما تسيبوهوش اكتر من 15 يوم، علشان ما يبقاش حادق بزياده، وتعملوه بالتكنيك اللي قلت لكم عليه ده، علشان تضمنوا ان هو يطلع سليم وما فيهوش اي مشكله. وخصوصا لو انت اول مره بتعملي الفسيخ. انا فاكره ماما كانت بتعمل الفسيخ ده في صفايح كبيره كده، صفايح الجبنه، ودي كانت طريقتها، وكان بيطلع بصراحه رهيب. وانا عملته بطريقتها يعني، والحمد لله طلع حلو. واتمنى بقى تجربوه وتقولوا لي رايكم. ولو انتم مش مشتركين في القناه اشتركوا وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل الفيديوز الجديده اللي انا بعملها. ومستنيه رايكم في التعليقات تحت. قولوا لي اذا كنتوا بتحبوا الفسيخ زيي، ولا من الناس اللي بتقعد بقى ياي لا فسيخ لا مش حلو، لا احنا بنقرف منه. الطريقه دي عامله زي طريقه التخليل العاديه اللي بنخلل بيها اي نوع سمك، فما تبقوش قلقانين منها خالص، وان شاء الله يطلع معاكم زبده كده زي اللي طالع عندي.